اسم معين. 3 درهم ونص، كلش طيب. يذكرني بشوبة. ما احب ازعل، بس العشاء ما كان طيب، ولو هو ما كان مغربي لك. مع السلامة. السلام عليكم. اول شيء احب اعتذر لان صار فترة ما منزل ولا فيديو، بس والله مشغول تعبان ومالي خلق. رجعت من السفر كنت كلش تعبان، ما كان عندي اي خلق اسوي مونتاج. وما اعرف اذا شفتوا الفيديو اللي فات بالمغرب، بصراحة جتني كومنتات ومشاهدات، بس اكثرية الكومنتات كانت سلبية. مثل بطل واسي. بصراحة أنا نيتي طيبة، ما كان عندي أي نية سوء. ما أعرف، احتمال اختلاف لهجات، احتمال ورد من عندي كم معلومة غلط. أعتذر إذا غلطت، واعذروا لي مقدما إذا أغلط. enjoy the video. قولوا لي شنو رأيكم بالتعليق، و that's it. صباح الخير. فيديو جديد ومدينة جديدة اليوم راح نستكشفها. حاليا أنا متوجه إلى مدينة الدار البيضاء، أو اللي يسموها كازابلانكا بالمغرب، أو بالإسبانيا أعتقد. كاسا يعني بيت، بلانكا يعني أبيض. فحاليا متوجه لمحطة القطار، أخذ القطار السريع اللي راح تكون مدة الطريق 2 ساعة ونوصل. تعالوا وياي أشوفكم كازابلانكا. يلا بينا. محطة القطار عندهم كبيرة، وحاليا دا أدور على البوابة. بونجور، سافا ميرسي. دا أتمشى، كان الشرطة مالتهم وقفوني، لأن من صورت محطة القطار كانت سيارة شرطة دورية، فوقفوني. بس كلش حبابين كانوا يقولون يعرفون إذا صورت أو لا، وشوفتهم الصور وبس. وراها كلش يعني عادي، كلش طبيعي. واخذوا اسم القناة مالتي، كلش فريندلي كانوا. يلا بينا. هسه لقيت قاعة الانتظار ولقيت القطار. يلا بينا نروح. صباح الخير. شكرا جزيلا. فتحوا البوابة، هسه الناس كلها بدها تصعد. جو خرافي والمنظر خرافي، كل شيء حلو بطنجة. القطار يخبل، طريق 2 ساعة مثل ما قلت لكم. أخذت هاي أخذ بيها جبن. أخذت هاي وصونا فشي ثاني 2000 دينار. خلصنا اليوم. هسه توجهنا، سنطلق القطار. اسمه البرق، قطار البرق، لأن كلش سريع. طريق مثل ما قلت لكم 2 ساعة. منظر خلاب. راح أشتغل على المونتاج خلال الطريق، ومن أوصل أشوفكم كازابلانكا والدار البيضاء. نزلت من القطار. حاليا أني بكازابلانكا بالدار البيضاء، بس الفاينل ديستنيشن مالتي، الوجهة النهائية مراكش. بس حبيت أجي لكازابلانكا كم ساعة على مود أشوف المنطقة، أشوف المدينة شكو ماكو. أنا اللي أعرفه كازابلانكا ما بيها هواي سوالف، يعني
فحبيت أجي كم ساعة وراها رايح المراكش. بس حالياً لأن راح أتمشى هواية وما عندي شقة أو فندق أخلي بيه جنطي، فأكو سيرفيس أونلاين مثل كنتور بمفتاح تخلون بيه جنطكم على مود براحتكم تتجولون. فهسه رايح لقيت واحد راح أروح أخلي الجنط مالتي وأقفلها وأتمشى براحتي، فتعالوا وياي اليوم. طبعا أشجارهم تخبل هنا بكل مكان تروح أكو خضار والأشجار غريبة، وأكيد عندهم نخل هماتين. السلام عليكم. عادي أخلي هاي كمان معه صغيرة بس هذا الجنطة وبتحسبوا وحده لا صغيرة خلاص ماشي مشكل، احنا نربطوها مع الثانيه. بالضبط. شكرا جزيلا. قال السقه مع السقة ماشي تمام. C'est bon? Bon. Jette. Prenez une photo. C'est bon. Ok, merci. Merci à vous. Est-ce que vous avez besoin d'aide de ranger? Pas de problème. خلصت من الجلط، يلا نستكشف. دا اتمشى، دا اخذ الترام مالتهم، عندهم سيستم ترام. هسه حاليا ب 12 الظهر وتقريبا شبه فارغ المدينة، ما اعرف، بس اكبر من طنجة اكيد، مبينه اكبر وجوهم هماتنا حلو. الجو حلو اكيد. هنا هماتنا اشجار البرتقال والنارنج موجوده بكل مكان. ركبت بالباص هسه، سعر التيكت 5 دينار، 5 درهم. سعر التيكت الواحد 5 درهم. قولي اليوم مدينة. ميرسي ميرسي. يا نزلت من الباص، ما كنت بالباص وقالوا لي هاي آخر محطة، فنزلت. هبابين أكيد مثل أهل طنجة. شوفوا لي هذا المنظر. هاي البوابة اللي ورايا مدخل المدينة القديمة. تعالوا وياي نستكشف. طبعا مدينة كازابلانكا أو الدار البيضاء تاريخها يقهر ودموي مع الأسف. بالقطار من كنت أجي قرأت شوية، كانوا مستعمريها كل فرنسا، الرومان، بريطانيين، وكان قبل اسمها أنفا. وعام 1770 What happened 1770 عام 1770 تأسست الدار البيضاء من قبل السلطان محمد بن عبد الله. و 1907 جو الفرنسيين احتلوها ودمروا، يعني تقريبا المدينة بكاملها قصفت ودمرت مع الأسف.
صار لي تقريبا ربع ساعة أدور على مكان آكل بيه، بس كل المحلات معزلة والمطاعم تقريبا قليلة كلش، ماكو مطاعم هواية لأن بس هواية بزازين اكو. بعدني ما لاقي مكان آكل، عبالك ماكو مطاعم والله. وصلت السوق السمك مالتهم، سوق المخضر. سوق هرج. طبعا كل الاسواق سويتهم وما لقيت مطعم واحد. وينهم مطاعم؟ اذا انتم من كازابلانكا او من الدار البيضاء كتبوا لنا قولوا لنا وين نروح، لان انا حاليا تايه ضعت، ما اعرف وين اني وما اعرف وين اروح اكل. شفت هذا اللي يبيع طاجين. السلام عليكم. هذا جاهز حاضر؟ في اكل جاهز؟ اوكي. شو دجاج لحم سمك؟ كاين الدجاج كاين اللحم. دجاج. الدجاج كاين. ها هو الدجاج. شوف. توب. لا مزيان. الحمد لله. مزيان. لقيت مطعم جوج اثنين. لقيت مطعم كل شعبي وهو هذا اللي اريده. خلينا نجرب اكلهم. شكرا. الصحة والراحة. تسلم جزيلا. طيب شكله. يلا ناكل، كلش جوعان. مرحبا. تسلم لي. منين انتم؟ منين؟ من العراق. العراق؟ نعم. مشرفين حبيبي اهلا تشرفنا. حبيبي مشرفين. تسلم. شكرا جزيلا. طبعا انا من اسافر ما احب الاماكن، ما احب اروح على اماكن هاي السياحيه، احب اماكن شعبيه، احب اشوف الناس شلون يعيشون. فجيت لهذا المطعم اللي صاير بسوق كلش شعبي، وصاحب المطعم كلش طيب كلش حبار. هالقد ما كنت جوعان كله اكلته. تشوفون والله الاكل خرافي كلش طيب. يلا خلينا نشوف البيش. راح ادفع واقول لكم ايش قد. يلا راح ادفع هسه واقول لكم ايش قد التكلفة. You're gonna film me. Of course. You're gonna take the stuff. حجي الحمد لله كلش بزاف طيب. بزاف طيب. بزيان. الحمد لله. قد شحال؟ 40 درهم. 40 درهم. تفضل. 40. بسم الله. شكرا لك. ممنون. صحة. عادي افتحها اشوف.
ما شاء الله. طاجين اسمه طاجين؟ طاجين. طاجين. ما عندكمش هذا الشيء في العراق؟ لا ما عندنا طاجين. ما عندنا طاجين، عندنا غير اكلات، عندنا برياني، دولمة، سمع، برياني، دولمة، دجاج مشوي، كباب، مشاوي اكثر. ما هذا ما كاينش. لا ما في. انا نجي نتما ندير هادشي. تعال العراق. والله بزاف مزيان. بزاف مزيان. قداش عمي كتباع؟ ديال الدجاج ولا ديال اللحم؟ شحال الدجاج؟ 20 درهم. اللحم؟ بحال 20 درهم. تقطع نجي عندي. ان شاء الله. سمعتيني؟ نجي عندكم ان شاء الله ندير واسمي. والله ما عندنا. في اكل لبناني، سوري، يمني. لا ولكن لا. مغربي واحد. مغربي ماكل مغربي درجة واحد. واحة مين؟ شنو يعني واحة؟ واحة؟ وحة. انت قلت وحة. وخا معناش زعما ايه زعما من بعد اوكي. وخا. مع السلامة حاجي، تشرفنا. مع السلامة. مع الف سلامة. ان شاء الله اكيد. ناخذوا التليفون وان شاء الله. ان شاء الله نرجع لك. مع السلامة. وخا ما اعرف يعني شنو. هذا نهاية السوق. اعتقد دخلت من باب الصفحة وطلعت، دخلت من باب وطلعت من باب. هسه اروح اشرب لي عصير او احلي. السعر ما قلت لكم، سعر الطاجين الواحد 20 درهم، يعني تقريبا 3000 اعتقد. يلا بينا نروح لهذا المسجد. بعد دا امشي، عبالك من بعيد كان قريب بس كلش بعيد. يلا بينا نتمشى بعد. واخيرا وصلت. من بعيد شكله صغير بس من قريب كلش كبير، يعني عبالك عمارة. المنارة مالتها عبالك عمارة مو منارة. أنا حاليا قدام المسجد حسن الثاني، ما أعرف أي شيء عن البناء أو عن تاريخه، فدا أبحث وياكم هسه. أوكي، اسمه مسجد الحسن الثاني في المغرب في الدار البيضاء، وهو أكبر مسجد في المغرب، والثاني في أفريقيا، والثالث عشر في العالم. واو، أكبر مسجد بالمغرب، ثاني أكبر مسجد بأفريقيا، والثالث عشر بالعالم. تعتبر مأذنة المسجد ثاني أطول مأذنة في العالم بارتفاع 210 متر، واكتمل بناء 1993. صمم المهندس الفرنسي ميشيل بنسو، اللي صممه فرنسي. المبنى بارتفاع تقريبا 60 طابق، زي ما قلت لكم كلش كبير، على بالك عمارة مو منارة. وجوه للمصلين، يمكن للمصلين صلاة فوق البحر على أرضية غير زجاجية، صنعت من جدران المسجد من الرخام المشغول يدويا. ويتسع 25,000 مصلي يقدرون يصلون بنفس الوقت. ما شاء الله كبير كلش. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حاليا دا اتمشى على الكورنيش مال الدار البيضاء. البحر خرافي، اللون، الموج، وكوم الناس طالعين برا. الجامع صاير بصف البحر. بس الصوت، صوت البحر والأمواج كافية، بس هذا الصوت كافي والله، راحة نفسية. يستاهلون والله أهل المغرب. حاليا متوجه إلى محطة القطار على مود آخذ القطار أروح المراكش، فتعالوا وياي. السلام عليكم. محطة القطار؟ محطة القطار؟ قطار كازا فواياجور كازا فواياجور؟ غتمشي في 139 39. Et ici? derrière. Ok, merci beaucoup. طلع مو هذا الباس، لازم اركب باس 139. بعدين انتظر الباس يجي على مود اروح للمحطة. I'm just gonna take a taxi. قررت اخذ تاكسي لان نفس سعر الباس، اسرع واريح. This is it? Yeah, this is the No, 67 is. No. Yeah. السلام عليكم. محطة القطار؟ يلا بينا. السلام عليكم. فواياجور. السلام عليكم.
والترند ها؟ والترند مراكش. مراكش ترند. اي غار كازا فواياج. كازا فواياجور سي فغي. Il y a Casa Port, Casa Voyageur ou Casa Oasis. كازا وزيز سي où ça? À côté de Wolfa, الولفة. اوكي. Oasis. Un autre train gare. Ah, d'accord, c'est. Ok. Ok. Tu me prends l'accord pour Saint-Pierre ou Oasis. الوزيز. Medina, مدينة فواياجور. l'autre Casa Port. كازا بور. Ouais. Rabat. Yeah. Rabat. ما شاء الله مدينتكم جميلة. زوين ومازال زوينة. غادي إن شاء الله. غادي تصلح. إن شاء الله أكثر وأكثر. غيتصبغوا كلشي هادشي غيتصبغ. كلشي الموبلات غادي تصبغوا. الصباغه والنظافه. نظيف. المغرب نظيف. ورا ما نزلت من التاكسي هسه رايح بدي اخذ الجنطة مالتي ومتوجه لمحطة القطار المراكش. والله بينا. السلام عليكم. How are you? Fine. الحمد لله تمام. عندك شنط؟ تتذكرني؟ ايوه اوكي. يحتاج اشوفك في ساعة يا دوب. لا خلاص خلصت اوكي. على مراكش. وخلصت على فور اونلاين. خلصت اونلاين. عندك الورق ايه ممكن ترسلها لي على الجيميل حقك. دقيقة. هذا ارسل لك اياه. ايوه على الجيميل. عطيه نبيل، عطيه خويا دوك. لكل the first one اول واحد ولا ثاني واحد؟ اول واحد ريسبشن. الوليد. بيس. خلاص. وليد اي دي. شكرا جزيلا. مشكور. شكرا مع السلامة. حجزت تيكت للقطار ودفعت اونلاين بس ما وصلتني التيكت، فرحت للمحطة البيع وسولف حكيت لهم ما قدروا يعطوني تيكت فاشتريت واحدة جديدة والقطار فاتني، فهسه بعدني دا انتظر اخذ القطار الجاي. هو كل ساعة يجي. هسه ساعة بالأربعة 4:30 القطار يطلع المراكش. سعر القطار التيكت الواحد 160 درهم، يعني تقريبا والله ما اعرف قد بالعراقي، بس اكيد راح اكتب لكم السعر بعدين بالمونتاج اكتب لكم السعر ايش قد بالدينار العراقي. تعبان، راسي وجعني وما بي حيل اصور، فراح احاول اصور لكم القطار من هنا لمراكش، ومن اوصل مراكش اكيد اصور لكم شويه، اروح المكان اكل وانام وباكر اشوفكم مراكش. اجا القطار ولازم نركض حاليا.
من طلعنا من كازابلانكا وبعدنا بالطريق. بعد ساعتين نوصل مراكش. كلش تعبان، راسي راح ينفجر. القطار كلش ضيق والكراسي صغيرة وهوسة والقوة. يلا وصلت الكرسي مالتي وريحة دخان ما جقاير والناس تضحك وتعيط. وصلت نمت شوية وقعدت هسه دام على الطريق. تقريبا صحراء بس حلوة. فمن اوصل ان شاء الله اصور لكم. هسه راح اخلي لكم صور الطريق والقطار. نزلت من القطار وحاليا انا بمحطة القطار. اول شي لاحظته المباني والبيوت مالتهم كلها حمر، وهذا اللي وياي بالقطار المغربي قال مراكش يسموها المدينة الحمراء. فهسه راح اروح للهوستل اخلي الجنط اذبهن واروح اتعشى واشوفكم شوية. بس كلش تعبان، راسي راح ينفجر. اخذ لي كم حباية واكل خلاص كلش هوسة. هوسة 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 هوسة. ما تتصورون الازدحام والهوسة، يعني اكثر من هوسة بغداد. تقريبا وصلت للهوستل. وصلت كلش مصدوم. مراكش كلش هوسة، المدينة القديمة كلش هوسة. والغرفة اللي اخذتها من الاير بي ام بي كلش disappointing. لحد الان ما حبيت اي شيء. ان شاء الله باكر اغير رأيي، يمكن لان تعبان. بس باكر احكي وياكم. حاليا نعست كلش، راح انام وباكر ان شاء الله اشوفكم. تصبحون على خير.